في هذا الفيديو غادي نهضروا على المشاريع في المغرب، واش بصح الا درت المشروع ديالي غادي نتخلص من شبح الوظيفه ونعيش مزيان في المغرب. هادشي اللي غادي نعرفه في هذا الفيديو. اوساكا. اذا السلام، معكم اوساكا. كنتمنى انكم تكونوا بخير، كنتمنى ان عائلاتكم يكونوا بخير، تكونوا كدوزوا وقت زوينه في خدمتكم، في قرايتكم، في اي حاجه كديروها. المهم الا كنتي مسالي جيب الكاسك ديالك ولا لي زياد ديالك وحط شي حاجه تشربها ولا تاكلها، حيت غادي نهضروا شويه بزاف في هذا الفيديو هذا. اذا المشاريع في المغرب، المشاريع في المغرب هي واحد الطريق اللي ولا كلشي كيتاخذها مؤخرا بحجه انني ممكن انني نكون باترون على راسي، ممكن انني نجيغي داكشي مزيان وتكون عندي واحد الفرصه باش انني المهارات ديالي والكومبيتونس ديالي انني نستغلهم 100% وما يستغلونيش ناس اخرين، وانني نعس وقت ما بغيت، نفيق وقت ما بغيت، فهمتيني؟ يكون عندي واحد الدخل حر، ممكن انني فهمتيني ندخل هذا الشهر هذا نقولوا مزيان، الشهر الجاي ممكن ندخل احسن منه. المهم كتكون انك متحكم في الدخل ديالك. هاد الطريقه هذه اللي صراحه طريق زوينه بزاف، ولكن كما عند الايجابيات ديالها عندها السلبيات ديالها. فكما كتعرفوا اغلبيه المشاريع عندنا هنا في المغرب ولاو كيداروا باغ انترنت، ولا دابا المشروع كتلقاه غير في الانستغرام ولا كتلقاه في واحد السيت ويب ولا شي حاجه بحال هكا، يعني ما بقاتش شي حاجه واقعيه بزاف 100%. ولكن كاينين ناس باقين كيديروا هاد النوعيه ديال المشاريع اللي كيكونوا في ارض الواقع، كيفتحوا محل ولا كيفتحوا اجونس ولا كيفتحوا شي حاجه مثلا كتكون واقعيه اكثر، على عكس صحاب الانترنت اللي كتلقاهم فاتحين دي باج ولا دي سيت. وتا هذيك الطريق مزيانه، وغالب اغلبيه ديال صحاب لي باج ولي سيت كيكونوا كيدوروا حول التجاره الالكترونيه. غالبا كتلقاهم كيبيعوا منتوجات ديال الكوسميتيك، كتلقاهم كيبيعوا شي حاجه ديال الحوايج، التيشيرتات، الهوديز، دوك القبيات وداك الشيء. اغلبيتهم هذوما المشاريع اللي كاينين في حاليا في الانستغرام وفي لي سيت ويب، زعما اللي ولا كلشي كيديرهم. عاد خلاص المشاريع اللي كاينين دابا في ارض الواقع ولا كلشي كيدير المشاريع ديال الماكله، ولا كيديروا المشاريع ديال مشروع ديال التوصيل، ديال انني تسخر ولا مثلا تسخر شي ليفرور ولا شي حاجه بحال هكا، يعني ولا كلشي ولا كيدير بحال هاد المشاريع. ولكن كما قلت لكم في الاول، كما سبقت وقلت لكم، كل حاجه عندها الايجابيات ديالها وكل حاجه عندها السلبيات ديالها. هادشي اللي غادي نقول كيبقى وجهه النظر ديالي، وممكن انكم تناقشوني فيه، مرحبا، حيت حنا راه بحال الصحاب هنا، فهمتيني؟ فمن الايجابيات ديال صراحه تكون عندك مشروع ديالك ولا تكون متحكم في واحد المشروع، هو كتكون حر. هذه هي اهم حاجه كنبغيها انا، فهمتيني؟ في المشاريع هي انك كتكون حر وديال راسك، كيمكن لك دير انت الاستراتيجيات اللي بغيتي، كتخدم بالحوايج اللي بغيتي، كيمكن لك تخدم الناس اللي بغيتي، كيمكن لك، المهم كاين بزاف ديال الحوايج كتكون حر فيهم، على عكس الحوايج السلبيين في المشاريع بالطبع، واللي هو المسؤوليه. الشباب، راه الطريق ديال لونتربرونيا ولا المقاوله راه عامره بالمسؤوليه. راه المسؤوليه اللي كتكون على العاتق ديالك، نقدر نقول لك باضعاف انك تكون موظف وكيتوصل لك ديك الخلصه ديالك في الشهر وكتمشي تنعس، فهمتيني؟ ما كتهمش، كتمشي دير خدمتك وكتمشي اللي بطلع واللي بتنزل، فهمتيني؟ ما مسوقش نتايا. ولكن على عكس فاش كيكون عندك بروجي ديالك تولي هاز الهم، تولي هاز الهم لهادي طالع ما هادي، وخدمه عامره بالستريس، كتكون ستريسي الليل كامل النهار كامله. هذه من صراحه من السلبيات ديال المقاوله، على ابار الضرائب ولي تاكس وداكشي دابا اللي ولات كتفرض الدوله على الضريبه على القيمه المضافه حاليا. وهذا الشيء هذا كيؤدي بان بزاف ديال الشباب ولاو كيسدوا المشاريع ديالهم وما كيكملوش فيهم. وراكم شفتوا هذا الشيء هذا، الاغلبيه ما كيضربش عام في البروجي ديالو الاول وكيريح، فهمتيني؟ كيقول اللهم نمشي نخدم في شي شركه ولا شي حاجه، وانت هنا من تصدع الراس هادشي ديال الاوراق وتطلع وهبط، فهمتيني؟ وجيب هادي حيت راه كتولي انت توت اوبسيون. راه كتولي بوليفالون، كتولي خدام هنا خدام لي خدام. واخا تكون شاد مثلا، نقولوا مثلا عندك ليسونس في الكونطابيليتي ولا ليسونس في ليكونومي ولا كيما كان، راه ما كتشدش، انت ما كتوليش غير كونطابل، راه كتولي خدام في جميع لي بوست. الا كان داكشي ديالك، الا كنتي تمول المشروع، راه كتولي خدام في جميع لي بوست، راه تجيب لك الوقت تولي خدام في الميناج، فهمتيني؟ راه هادو واحد شويه من السلبيات ديال المقاوله.
ولكن كما قلت لكم راه الكفه ديال الايجابيات راه كتغلب السلبيات، راه هادشي اللي كاين. ولكن الفكره اللي بغيت نوصل لكم انا في هذا الفيديو هذا وهو الافكار. راه الافكار الشباب، راه الا بغيتي تمشي مزيان في المقاوله ديالك ولا في اي حاجه درتي ولا في المشروع ديالك، راه خاصك فكره. راه دابا الافكار ولاو مكرره، راه ولا دابا وليتي كتفتح محل ديال الماكله كيجي يفتح واحد حداك، فهمتيني؟ كتولي كدير شي حاجه كيجي واحد شنو يديرها حداك. راه الافكار الشباب خاصكم تقلبوا على شي فكره اللي تكونوا كتعرفوا لها غير نتوما، شي فكره اللي ما يقدرش شي واحد يقلدها، وإلا قلدها غادي يكون بان كيقلدكم. وهذا الشيء بالزوين تكون كتلعب على البراندينغ ديالك، اي العلامه التجاريه، تكون كتبني علامه تجاريه ماشي غير يجي وحل بروجي. والشباب راه دوك الافكار الاولين اللي كيجوكم ديال انني بغيت نفتح هادي وبغيت نفتح هادي، راه المغاربه كامله جاتهم ديك الفكره الاولى وداك الشيء ديال انني غادي نوض مثلا نفتح باج ديال التيشيرتات مثلا، نبقى نحط داكشي ديال البال ونبقى نحط داكشي الفينتج القديم اللي فهمتيني كيكون عنده واحد المعنى زوين صراحه. نبقى نحط مثلا دوك التيشيرتات، راه 1000 واحد بحالك راه غادي يفتح حتى هو باج ويدير فيها لي تيشيرت ويدير فيها القبيات والسراول ودوك السبرديلات فهمتيني اللي كيكون واحد شويه قدام. راه الشباب راه خصكم تقلبوا، راه خصكم فريمون تقلبوا. راه ماشي نوضوا فتح لي انا بروجي، راه باش نكونوا واقعيين انا كنهضر معكم بحال خوكم، راه ماشي راه كنهضر معكم بحال خوكم بحال كنتو جالسين معايا. راه بروجي قلب على شي فكره اللي تكون كتعرف ليها غير نتايا، شي بلان، شي تجاره شكون كتعرف ليها غير نتايا. وصراحه مزيان انك تلعب على التجاره، ما تلعبش على البرودكسيون، تكون كتلعب على شي تجاره مثلا كتستورد شي حاجه وكتعاود فيها البيع، ويكون صعيب ان المنافسين ديالك يديروا بحالك. فهمتي كيفاش؟ اذا الشباب حاولوا تركزوا على هذه النقاط هادو، وحاولوا انكم تينوفيو وانكم تبدلوا من الافكار. رانا نبقى نعاودها في الفيديو، راه الافكار راه البروجي هو الفكره. راه يمكن لك دير بروجي ساهل تقول انا غير نبدا باش من مكان، راه الغد اللي غتلقى واحد عاوتاني شافك وغيمشي يديرها. اش هكا حنا المغاربه بحالك، حنا المغاربه كتشي كيمشي لنا في الدم فهمتيني، كنشوفوا شي واحد صدقات ليه شي حاجه كنجيو حداه وكنديروا بحاله. واش فهمتوني؟ اذا الشباب الطريق ديال باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا، الطريق ديال المشروع كتبقى افضل بكثير ديال انك تمشي تخدم عند الناس وانك تمشي تخدم في الوظيفه ولا في سميتو مزيان. غير هو خاصك تكون موجد راسك، خاصك تكون متسلح بالصبر وتكون عندك معلومات على الدومين اللي داخل عليه، وتكون عندك واحد لا كاباسيتي ديال انك تجاري بزاف ديال الحوايج دقه واحده. الا كانوا فيك هاد المواصفات هادو راه كنظن انك غادي تقدر تمشي بعيد في المشروع ديالك ولا في المشروع المستقبلي ديالك ان شاء الله. كان معكم خوكم اوساكا، وكنتمنوا انكم تكونوا استفدتوا واحد شويه من هذه الهضره ديالي. وكما شفتوا ما كنكثرش المونتاج بزاف، حيت راه بحال كنت جالس معكم كنحاول انني غير نلعب على الصوت اكثر من الصوره. وهذا الشيء اللي كاين، ونتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي.